اهو. تعالى اهو الجحش جه اهو. تمام. ايه يا عم انت قصير ووزع كده ليه؟ شوف مش عارف ايه، ما شاء الله حيطه واقفه. ايه يا عم الطويل ده زرافه. بصوا يا جماعه، في حاجه اسمها القول الحسن، والنبي صلى الله عليه وسلم وصانا بيه، وربنا وصانا بيه. ربنا بيقول وقولوا للناس حسنا. ربنا بيقول وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول الكلمه الطيبه ايه؟ صدقه. افضل شيء ان تتصدق على مين؟ على اهلك. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول خيركم خيركم لاهله، يعني انت لو كريم لازم تبقى كريم قوي مع اهلك، هم اولى الناس بكرمك. لو انت مؤدب اكتر ناس يستفيدوا من ادبك هم اهلك. خيركم خيركم لاهله، يعني اي صفه خيريه فيك خلاص لازم اهلك اول ناس يحسوا بيها، بل بالعكس هم اكتر ناس يستفيدوا من الصفه دي هم اهلك. طب تعال نتكلم عن الاطفال بقى. يا ريت بدل ما الحمار جه، او تعالي يا زفته تعالي يا أزعة، طب ما نقول القمر جت، حبيبتي جت، العسولة، القمر، البطل، الوحش، الدكتور، المهندس، الشيخ جه. هو يحفظ بس اول صفحه، اقول له ازيك يا شيخ محمد عامل ايه؟ محمد ما شاء الله حافظ القران، ده محمد ما شاء الله بطل، ده محترم، ده بيسمع كلام باباه ده. دايما دايما نقول القول حسن. رقم واحد سنة، رقم اتنين ثواب ليك، رقم تلاتة ابنك هيطلع يقول برضو القول الحسن لزمايله، مش هتلاقي الفاظ، مش هتلاقي اي مشاكل. اربعة ودي اهمهم، ايه هي؟ ان الطفل هينشأ في بيئة صحية، وكل الكلام دوت هيشجعه. هتقول له يا بطل هيبقى بطل ان شاء الله، هيصدق ان هو بطل. هتقول له انت شيخ ما شاء الله، هتلاقيه ختم بعد كده، وهتلاقيه انسان كويس في الدين، ان هو خد التشجيع من اكتر ناس محتاجين يدوا تشجيع. لو انت ما اديناش تشجيع واحنا ادانا القول البذيء، تعالى بقى مع زمايله لسانه وحش، مع نفسه هو مش شايف نفسه كويس اصلا. انا يعني بابا بيقول عليا اصلا مش فالح في حاجه وكده، وعمري ما افلح. فانتوا اصلا عارفين ان انا مش فالح، جايين دلوقتي تلوموني على ايه؟ تالت حاجه، ما بتاخد ذنب، تقعد كل شتيمه. ما فيش يا جماعه شتيمه هزار. انا مش شيخ بس بقول لكم ما فيش كذبه بيضه وكذبه ايه وكذبه سوداء، وما فيش شتيمه هزار، وما فيش شتيمه يعني جد خلاص. فانا شايف ان احنا دايما نتعامل مع اولادنا بالقول الحسن، وربنا ينفع بينا.